طبعا احنا لازم نجرب مع بعض الحركه دي، فيلا بينا. حركه حرفيا مجنونه يعني. تعالوا نشوف. يلا نثبت كده، نثبت كده. اوكي عادي عادي، نعمل الناحيه التانيه برضه ونشوف. يلا طيب، يعني فكركم تكون ما نجحتش معايا علشان انا عيوني مبطنه قوي في الحته دي فبتخبط فالفرشه بتتني مثلا، ولا ايه السبب؟ تعالوا نجربها تاني، يعني ممكن تكون مش تنجح من اول مره فنجربها تاني. هنزل ايدي تحت شويه عشان ممكن اكون انا عليت فخبطت في التبطينه، فانا هحاول اخليها تحت التبطينه. اوكي يلا بينا. اوبا، نجحت وطلعت انا صح. الناحيه التانيه بقى. ماشي، نثبت عينينا كده بقى، ما انا خايفه. اوبا، تاني. اوكي كده نثبت كده. اوكي وكده. ماشي ماشي، دي ناجحه، دي مش ناجحه ومش راضيه تنجح. مش عارفه ليه، مش عارفه ليه. يعني العيب في عيني ولا في الحركه؟ ماشي، هنشوف. قررت ان انا اغير القلم، يمكن العيب فيه، ما هو اكيد مش فيا. فهجرب ارفع قلم ايلاينر تقريبا في العالم بتاع هدى بيوتي. ماشي يلا بينا. كده وكده. ظبط زي ما توقعت. الهاك دي عايزه ارفع فرشه عينك للايلاينر، بس دي وسعت مني. تمام، دي نأكد على دي. اوكي جماعة، لذيذة بصراحة. يعني لو في حد فعلا ما بيعرفش يرسم ايلاينر او سحبة مش بيعرف يرسمها خالص، هتبقى حلوة جدا لو عملها وبعد كده بدأ يظبط الطول مثلا، العرض. يعني بصوا كده اهو. اهو بصوا كده، كاني رسمه ايلاينر رفيع خالص. مبسوطه قوي ان انا اكدت عليكم في رفع الفرشه، وان انا الاول جربت بفرشه اتخن شويه عشان لو حد جربها ما يحسش اللي هو لا هي مستحيله او كده. لا، هي سر نجاحها في رفع الفرشه اللي بترسمي بيها. ومعاكي اي، مش لازم هدى بيوتي، اي ايلاينر الفرشه بتاعته رفيعه جدا هتسحب معاكي السحبه اللطيفه دي. وبكده نقدر نقول ان الهاك دي ناجحه جدا. اللي حابين نجرب ايه تاني كده افكار مجنونه ممكن تنجح؟